انا مكسوفه جدا من اللي هحكيه دلوقتي. جوز اختي كنت بعتبره زي اخويا الكبير، وكنت واخداه ليا قدوه في كل حاجه، لانه فعلا محترم قوي وبيصلي، وعمره ما شفت منه اي حاجه وحشه. الناس كلها بتحلف بادب واحترام، وكنت بفتخر ان شايفه منه كل الصفات الكويسه. لكن من ساعه اللي حصل امبارح وانا حرفيا كرهاه وكارهه نفسي. امبارح ماما كانت عازماه هو واختي على الغدا، وبعد الاكل واحنا قاعدين بنشرب الشاي في الجنينه لقيته قرب مني وفجاه قال لي حبيبي انا بحب. انا افتكرته انه هزار، قلت له انا كمان بحبك يا احلى اخ في الدنيا، لكنه بص لي بجديه وقال انا بتكلم بجد، انا بحبك ومش قادر اطلعك من دماغي. وقتها اتصدمت من كلام وجريت على اوضتي وفضلت اعيط، وكل تفكيري كان في اختي، لان لو عرفت حاجه زي كده هيتخرب بيتها وهي هتكرهني طول عمرها. وانا والله العظيم كنت بعتبره اخوي، وعمري ما تخطيت حدودي معاه ولا فكرت فيه غير كده. هو بيقول لي ان دي حاجه جواه ومش هيقدر يغيرها ولا يبطل يحبني. ومن يومها بقيت كل ما يجي عندنا بدخل اوضتي وما بخرجش منها غير لما يمشي. كمان عملت له بلوك وقطعت معاه اي كلام. المشكله دلوقتي اني متضايقه ومتلخبطه وخايفه ومش عارف اعمل ايه عشان اخليه يبطل يحبني. فيا ريت تنصحوني وتعتبروني زي اختكم وتقولوا لي اعمل ايه في التعليقات.